السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. النهارده هنعمل كفته داوود باشا بألذ صوص بالخضار. هتاكلي كده الصوص وهتاكلي الخضار، هيبقى احلى من الكفته. وهنعمل جنبيه رز اصفر. بس طبعا مش هصوره، يعني انا هعمل جنبيه رز اصفر بس هصور كفته بس معاكم. بس الرز مش هصوره، انا عملت الرز قبل كده معاكم. فانت حابه تعملي رز اصفر، حابه تعملي رز ابيض، حابه تعملي مكرونه اسباجيتي، فالوصفه هتبقى جميله وخطيره. وهي الوصفه مش محتاج اي رز ولا اي مكرونه، لانها فعلا فعلا تحفه تحفه بالصوص الجميل وبالخضار. هتبقى طريه كده وجوسي وجميله زي ما انت شايفه، وهتبقى مستويه. يلا بينا بقى نبدا وصفتنا ونشوف الوصفه الجميله الخطيره دي عملناها ازاي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. فضلا وليس امرا اشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل وصفه جديده بعملها. انا زعلانه منكم يا حبايبي يا اخواتي يا متابعيني، لاني مفيش تفاعل على القناه خالص، مفيش اي مشاهدات بتيجي، وانا زعلانه منكم. لاني بنزل لكم فيديوهات اقتصاديه مش مكلفه ولا هتغلبكم ولا متعبه ولا اي حاجه، وانا ما بلاقيش اي مشاهدات ولا اي تفاعل خالص على القناه. عشان كده انا يعني معلش معلش انا محبطه اليومين دول، ولاني مش شايفه اي مشاهدات ولا تفاعل، عشان كده باخر. ببقى مش ليا نفسي ان انا انزل فيديوهات. معلش انتوا لو تساعدوني، يعني انتوا حبايبي ومتابعيني، لو تساعدوني ان شاء الله هنزل فيديوهات جميله وكتيره وهتنفعكم. وانا وانتوا عارفين اني انا بنزل فيديوهات على قد الايد، فيديوهات اقتصاديه مش مكلفه ولا فيها تكاليف ولا اي حاجه، فمعلش اعذروني. يلا بقى نبدأ وصفتنا ونشوف الوصفة الجميلة دي عملناها ازاي. انا هنا معايا ربع كيلو. معايا ربع كيلو لحمة مفروم. انتي حابة تعملي نص، حابة تعملي اكتر. احنا هنقول هنا مقادير الربع كيلو. مقادير ربع كيلو. معايا هنا معلقة صغيرة، معلقة صغيرة دقيق، معلقة صغيرة نشا، نص معلقة بيكنج باودر. معايا نص معلقة، ربع معلقة صغيرة قرفة. لو عندك بهارات كفته مشويه حطي، ما عندكيش هتحطي البهارات اللي انا هقولك عليها دي. ربع جنزبيل، ربع قرفه، نص ملح، ربع بابريكا، ربع فلفل اسمر. تمام كده. معلقه صغيره توم باودر وبصل باودر. ومعايا بقدونس، طبعا معلقتين بقدونس مفرومين فرم ناعم، اللي هي الورق بس. ومعايا بصلايه وسط كده مفرومه فرم ناعم، وفص توم. تمام كده، فص توم. وهنا وطبعا اساسي هنا في الوصفه ان انت تحطي معلقتين دهن مفروم فرم ناعم، يعني ما يكونش قطع كبيره، لا مفرومه فرم ناعم، عشان يكون كله مفروم زي بعض يعني. وهنا زي ما انت شايفه اهم حاجه في الوصفه ان انت تدعكي العجينه كويس لحد ما تطلعي الانسجه، لحد ما تلاقي خيوط كده في اللحمه. كده تعرفي ان العجينه اتعجنت كويس والكفته بقت معاكي تمام. تمام كده. يبقى لازم تعجنيها كويس زي ما انت شايفه كده. تعجنيها وتخليها على الاقل ترتاح في التلاجة ساعتين 3 كده عشان تتمسك. وان شاء الله هنعمل النهارده احلى. هنا طبعا بعد ما عجناها كويس، هنا بقى بنشكلها، بنعملها، بتدهن ايديكي زيت كده. وطبعا مية البصل اللي هي عصرتيها من البصل نفسه، هتحطي عليها شوية صلصة كده وشوية زيت. تمام كده. ما عندكش مية بصل هتدهني ايديكي زيت. طبعا هنا فوائد الدقيق والنشا بتخلي لك الكفتة متماسكة وما تفكش منك. والبيكنج باودر عشان اللحمة ما تكشش منك، يعني لو اللحمة مثلا كبيرة ولا حاجة يبقى القطع او صباع الكفتة زي ما هو كده ما يكشش منك. تمام كده. يبقى قلنا لو ما عندكيش هنا بقى البهارات. بنتكلم عن البهارات في بدائل البهارات، يعني لو ما عندكيش بهارات كفتة المشوية هتحطي البهارات اللي احنا حاطينها دي. لو ما عندكيش خالص هتستكفى بالملح والفلفل. يعني اهم حاجه في الوصفه هنا الفلفل الاسمر، عشان بيخلي طعم اللحمه المفرومه، بيخلي ريحتها يان كده وطعمها حلو. تمام كده. هنا بقى بعد ما شكلنا الكويرات طبعا
الكفته بتاعتنا النهارده مش ضايفه لها اي اضافات، يعني كل مره بعمل كفته اضيف لها فول صويا، اضيف لها اي اضافات كده تزود معانا الكميه. فانا حبيت النهارده اعمل كفته تكون كفته داود باشا، فعلا باشا، مميزه وطعمها جميل بصوص خطير وطعمها ما حصلش. فهنا مش هي الكميه قليله، بس انا مش هضيف لها اي اضافات عشان استمتع كده بطعم كفته، طعم اللحمه نفسها وطعم الكفته نفسها من غير اي اضافات. انت لو حابه تضيفي اي اضافات ضيفي، انا هنا عاملاها من غير اي اضافات. وهنا زي ما انتم شايفين، معلش هنا اللقطه دي كانت الكاميرا مظلمه، يعني ايه زي ما انتم شايفين. هنا حطيت طاسه، هنا بقى اي طاسه تيفال او اي طاسه عندك او المونيا، هنحمر، حط شويه زيت وحته السمنه كده وهنحمر الكفته. طبعا احنا محطناش في الفرن، احنا حمرناها على عين البوتاجاز. كفته النهارده سهله وبسيطه واقتصاديه، وكمان مش هتيجي الفرن، يعني مش هتغلبي نفسك وتقيدي الفرن. هنا على عين البوتاجاز، هنا حمرنا الكفته، وبعد ما حمرناها ركناها على جنب في طبق كده، وحطينا هنا الخضر، هنا بصل وشرايح طماطم وشرايح فلفل فصين توم كده، تمام كده. وهنا بقى الصوص الجميل اللي هيخلي لك طعم الكفته مميزه وجميله واحلى من بتاعه المطاعم. هنا صويا صوص ومعلقه هنا صويا صوص وعصره ليمون، يعني نص ليمونه كده. لو انت عندك دبس رمان هيغنيكي عن الليمون وعن الصويا صوص، تمام كده، هيبقى اجمل. لو ما عندكيش هتحطي عصره ليمونه والصويا صوص معلقتين عشان يديكي المزازه بتاعه دبس رمان. وهنا هتاكلي احلى، هنا هتاكلي احلى صوص، احلى كفته بالصوص، تمام كده. وهنا بنقلب، وهنا معايا هنحط بقى الكفته زي ما انتم شايفين كده بعد ما حمرناها عشان تشرب بقى من الصوص، وشويه ميه صغيرين كده يسقسقولك الصوص، بدل ما هو ناشف كده يطرولك شويه، يخلي لك الكفته طريه كده وجوسي وتشرب من الصوص. هنا بقى الاخطر بقى في الوصفه، معلقه الزبده البلدي اللي انتوا شايفينها دي هتخلي لك يا سلام يا سلام على الريحه، خطيره وجميله. ريحه الكفته كده هتشم، جوزك وهو جاي من الشغل كده هيشمها من على 30 بعد 30 كيلو، لان معروف ان الزبده البلدي في الاكله لا يعلى عليها، بتبقى ريحتها فجه وجايبه اخر الدنيا، فعلا الريحه خطيره. يا سلام يا سلام لو كنتوا معايا. طبعا انا عملت جنبيها رز اصفر بس ما صورتوش ولا جبته معاكم، انا صورت الوصفه الاساسيه. هنا الكفته، كفته داوود باشا زي ما انتم شايفين بالخضار. هنا بقى، هنا بقى هتاكلي بقى، يعني حتى لو مش هتعملي رز هتعمليها سندوتشات كده الولاد مع عيش ابيض كده، وتعمليها سندوتشات وشويه مخلل جنبيها كده وشويه طحينه. يا سلام، هتبقى وصفتنا النهارده وصفه خطيره وجميله. يلا قومي بقى جربوا الوصفه. بربع كيلو عملنا الكميه اللي انتوا شايفينها دي، احلى كفته داوود باشا بالصويا صوص. بالله عليكم يا جماعة، بالله عليكم تعملوا الاشتراك كده ولايك لو عجبكم الفيديو، اعملوا لايك واشتراك كده عشان الفيديو يشاهدوه اكبر عدد ممكن من الناس. معلش لو كنت طولت عليكم في الكلام او تقلت عليكم في الكلام، معلش لو طولت عليكم الفيديو. بألف هنا وشفا. يلا قومي بقى جربوا الوصفة، ولو عجبتك اعملي لايك واشتراك. بألف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.